الملاعب يجوارنا لليوم لعب في البوندسليغا ولعب ايضا في البريمير ليج. بدا مسيرته الاحترافيه مع نادي باير ليفركوزن ولعب مع الفريق 3 مواسم، سجل خلالهم 27 هدف وخسر مع الفريق نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد سنه 2002. بعدها انتقل الى نادي بايرن ميونخ ولعب مع الفريق 4 مواسم، سجل خلالهم 44 هدف قبل ان ينتقل الى البريمير ليج وتحديدا مع نادي تشيلسي. وصل مره اخرى الى نهائي دوري ابطال اوروبا قبل ان ينهزم امام مانشستر يونايتد بركلة الجزاء، وسجل مع البلوز 17 هدف قبل ان يعود سنة 2010 الى البوندسليغا مع نادي باير ليفركوزن. اما على المستوى الدولي فقد لعب 98 مباراة بقميص المنتخب، سجل خلالهم 42 هدف وخسر نهائي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، ويعتبر واحد من أفضل لاعبي الوسط في القرن الحالي الأكثر تسجيلا للأهداف. زعما شكون الملاعبي هذا؟ ما تنساش كان عرفت اسم الجوار تكتبونا في كومنتات وتعملنا ابوني على تيك توك.